ماما في العالم الموازي. خلوني أعلمكم، بس فاجأتني بحاجة والله يا جماعة لما جاء وقت الخلع. فاجأتني بشيء لدرجة إني ما كنت أتوقع إن ماما كانت مرة تحبني. أنا كنت أفكر ماما يعني تعزني عادي، بس ما كنت أتوقع إنها كانت مرة ما ترضى علي يعني تحبني. يوم جاء وقت مدري إيش ما عاد دخلتها في حياتي ومدري إيش وكذا، إلا يوم جاء وقت الخلع والله يا جماعة إلا راح كلم يا عمة تدرين إن أنا أحبها. قالت ماما شوف بنتي نفسياتها يعني هذه مو بنتي اللي أنا أعرفها، حتى أنا أمها ما تكلمني ولا ترد علي ولا شيء. ومعليش يعني ماما وقفت معي الصدق وبابا وقف معي والله يعني كفو. يوم جيت أخلع والله قاعد يترجاهم أنهم يكلموني عشان أرجع، وهم يقولون لا هي اللي تشوفها، إحنا ما راح نضغط عليها براحتها هي. يعني كانوا واقفين معي صراحة. يعني حتى بابا اللي ما خبرت إني أنا بخلع، بابا ما يدري عن أي حاجة إلين ما أخذت الصك. أرسلت له رسالة يعني من قوة الخشية، ما كلمته بعد، أرسلت له أنا بابا السلام عليكم ورحمة الله تم وبحمد الله كذا والحمد لله على كل حال وكذا. أعطيته الصك أوكي أعطيته. المهم إلا بابا يقول ما قال لي شيء، قال هذه حياتك أنا ما أجبرك ولا عمري جبرتك على شيء. ومسوي سكرين شوت للرسالة اللي جاية من طليق. إلا بابا وقف بالمرصاد يعني عطاه أشياء كذا، وقف عرفتم اللي أنا ما قلت لأحد إني بخلعه والله يا جماعة، ما علمت أحد إلا ما دروا إلا من الصك. إلا ماما تقول أنا ما راح أجبرها على شيء، ويقول يا عمة تكفين أنا اللي بضيع مش الأولاد، أنا اللي بضيع من غيرها، أنا اللي بضيع تكفين يا عمة قولي لها ترجع تكفين. قالت ماما لا والله معليش بنتي ونفسيتها فوق كل شيء وخلاص هي براحتها الموضوع عندها أنا ما أجبرها، أنا كنت معاها لما كانت معك. أي نعم يعني ما أبيها يعني في 11 سنة ونص تومات خلاص كمون. أنا لازم أخذ جائزة أوسكار على صبري يعني. أمين الله يخليهم لي والله. أنت إيش تبي يا الود لأي سنة الخلع؟ إيش تبي أنت إيش تبي؟ الحمد لله على كل حال تم وبحمد الله. والله يا جماعة لا احتفلت ولا أي شيء، ما احتفلت ولا قلت بحتفل، لأني ما أحتفل على شيء أنا فشلت فيه. هذه تعتبر حاجة أنا فشلت فيها، مع إني حاولت والله قدر الإمكان إني أحافظ على هذا العش. حاولت إني أحافظ على هذا العش مو من سنة وسنتين ولا 3 و4، 11 سنة ونص. آخر شيء قلت لا خلاص كمان يعني يا جماعة وصلت إني أنتحر والله يا جماعة. هذه يدي من قوة الاكتئاب اللي وصلني إياه رحت لكن لم تزبطوا معنا. قعدت بالموس كذا نزفت لما شرشحتني واحدة من صاحباتي قالت إيش تنتحري عشان مين؟ عشان هذا المعفن؟ لك الآن 6 سنوات أسباب 6 سنوات، لا مو 6 سنوات مو 6 سنوات. تخيلوا وصلني المرحلة قال لي زواج، أنا أبغى أتزوج. قلت له حبيبي أنا أزوجك على صديقاتي. وكلمت واحدة من صاحباتي قلت لها ما بلاقي أحسن منك. قال أزوج قلبها أنا اللي بتشرف إني آخذها أنا عشان بكون طبينتك. كلمتها قلت لها هذه على صديقاتي وموافقة. المهم يوم كلمها مدري إيش قام مدري إيش صارت مدري هواش بينهم. لو يقول أنا مختار، أنا الغلطة اللي صارت ما بيكررها. غلطة وشو؟ إن أهلي اختاروا لي، أنا مختار مخلص. بعدين قال قلت له أوكي حبيبي إيش أحلل لك 4 تزوج ما عندك أي مشكلة، بس بشرط أنا في بيتي ودوامي ما أطلع وكل شيء. أبد يا فلان كفو عليك وتبوسني على راسي والله إنك أنت كفو وإني أعرفك من يومك دائما معدنك طيب ومدري إيش. إلا بعدين يبي يجيبها عند البيت. قلت لا والله ما تجي، والله ما تجي وأنا موجودة. ما نبي أنا معزة عندك، أنا نعجة عندك هنا في البيت تجيب فوقي واحدة في بيتي. أنا قلت لك تزوج بس قال لا البيت كبير، البيت مرة كبير عليك في كثير غرف. بيتي كان فلة كبيرة يعني فعلا، بس ايش دخل تجي في مملكتي؟ خلاص وصلت لهنا قلت له خلاص أنا
كثير عليك، والله إنك ما تستاهلني. وهذا كان سبب الخلع، مو سبب إنه لا يتزوج، لا عادي يتزوج، بك ما يجيبها عندي في البيت. عشان تعرفون يا جماعة، لما المرة تعطيك الأمان خاف، خذ الحذر، خذ الحذر والحيطة. أنا قدامكم أتكلم كمواقع تجربة، لا تغتر وتنبسط. زوجتك تبي تشوف مداك، تبي تشوف نفسك وين راح يوصل، عشان على أساسها تعطيك الضربة القاضية. لا تأمنون إن المرة ما راح تتركني مهما سويت فيها. لا يا حبيبي، تتركك وتترك اللي جابك بعد. أوكي؟ فلا تعطوني الأمان، هذا الأمان إن زوجتك مهما سويت فيها إنها ما تسوي، ولا أهلها معاك، أهل مرتك واقفين معك إنه خلاص كذا، يعني إنه بالوضع بيستمر كذا. لا يا جماعة، ما في شيء يستمر. عدل الله سبحانه وتعالى إن الإنسان اللي يليق بك كتردد كطاقيا إنك أنت تعيش معاه كتناغم، تعيش معه. أما اللي ما يشبهك ما راح تتوافق معه. تركيك وعساها ما جت الدنيا ما توقف عليها. ما تركني، أنا اللي خلعته، والله ما تركني. معقولة ما في ولا حسن. شوفوا يا جماعة، ما تقولوا معقولة ما في ولا حسنة. ما هو بالموضوع، مو بكذا الموضوع. أنا في كل عيد جلست مع نفسي جلسة كذا صراحة مع نفسي. أنا سلمت الأمر، يعني سلمت إنه هو طبعا كذا. ولعلمكم أنا كذا بزوجه عشان أبغى أبتك، يعني لا تنبسطون إنه أوه زوجتي بتزوجني. زوجتك تبي الفكة منك، كبدة قاعد عندها كبدة تبي تفتك شوي. وكان أنا من النوع اللي كنت أبغى صراحة أخذ فترة نقاهة شوي. حسيت إنه والله. فبعدين سبحان الله، أدري إني قاهرة قلوب. أعرف إني كذا مسويات لكم بعض اللي قاعدين يكتبوا عندي ميتين. أوكي، ميتين. الواثق من نفسه، الرجال الكفو الواثق من نفسه ما يهز الشيء. اللي يعرف إنه والنعم فيه وأفعاله كويسة ما يزعل. مو بزعلين إلا اللي كذا، اللي على نفس الشاكلة هذه اللي ينضغطون. والله جد اللي جابك يجيب غيرك. إيه صح، والدليل إنه قاعد لنا الحين ما حد رضى ياخذه. كلهم يقولون ما ندري شلون كانت عايشة مع ذيك. صدق ترى، الصدق ينقال. ليش أمزح؟ يقولون أحسن من ذيك ما كان فيه. تعال صدق كيف صاحبته اللي تزوجته، والله ما تزوجته، والله ولا حاجة. إنها قاعدة تعشم فيه، خربت بيته واللي كان متعرف عليها وخرب كل شيء، وتركته أنا علشان كان يبغى يجيبها في البيت. وهذه خلاص سحبت عليه. يوم إن ربي معطيك ومنعم عليك لا تفرط، عشان واحدة بنت حرام من برا قاعدة تلعب عليك. أوكي يس بكيفه. أنا والله يا جماعة لو كان ما راح يجيبها في البيت أنا ما عندي مشكلة، بكيفه. هو في بيته وأنا في بيت.